والدنيا كانت واقفه والشوارع كانت فاضيه، الكمامه والكحول كانوا اغلى من الذهب، كلمه واحده خوفت العالم كله، الناس كانت بتخاف تسلم على بعضها، كل كحه كانت كفيله تخوف الشارع باكمله، لما كل واحد فينا كان خايف الدور يبقى عليه. ساعتها الكورونا كانت رمز للرعب والموت، لكن النهارده بتتقال كانها دور برد بسيط. بس السؤال هنا، هل الفيروس فعلا بقى بسيط ولا احنا اللي اطمنا زياده عن اللزوم ونسينا هو بيعمل ايه في الجسم؟ في الحقيقه استنى واسمعني في ثواني ويلا اعمل فوق لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه الفيروس ما اختفاش، هو اتنسى جوه حياتنا، اللي كان بيخطف الناس في ايام دلوقتي ممكن يعديك من غير ما تاخد بالك. في سنه 2019 في سوق في مدينه ووهان الصينيه فيروس جديد من عائله سارس كوفاي 2 بيتنقل بسرعه ويهاجم الجسم بهدوء، اول ما يدخل عن طريق الانف او الفم يمسك في خلايا الجهاز التنفسي، يبدا يضاعف نفسه بسرعه رهيبه، الجسم يرد بعنف يعمل التهابات في كل الاتجاهات، ساعتها الاكسجين يقل والنفس يتقل، وده السبب في موت ناس كتيره وقتها، مش من الفيروس ولكن من رد فعل الجسم عليه. ساعتها تبدا الكارثه اللي كنا بنشوفها. ويلا بقى ركز لي الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. الكورونا مش زي البرد العادي لانها بتضرب الرئه والدم والمناعه في وقت واحد، تعمل تجلطات دقيقه تسبب التهابات في القلب والكلى واحيانا الاعصاب، وده اللي كان بيخلي ناس تبان كويسه وفجاه حالتها تتدهور. اكتر المصابين كان كبار السن والاطفال واصحاب الامراض المزمنه والمناعيه. الفيروس كان بيتنقل عن طريق النفس، الكلام، التلامس، حتى الاسطح الموبوءه. الفيروس ما بيقفش، بيفضل يطور من نفسه عشان يفضل عايش، كل متحور جديد ليه شكل مختلف، ممكن اخفف الاعراض لكن اسرع في الانتشار، وده اللي بيخلي اي دور برد لازم يتعامل معاه بحذر وذكاء. كنا بنتعرف عليها عن طريق التحاليل السي ار بي، الفرياتين، الدي دايمر، واشعه الصدر بتظهر بقع بيضاء منتشره، ودي كانت علامه مرعبه لما كنا بنشوفها اول ايام الكورونا. ومن قلب الصيدليه في عز الازمه شفنا حالات كتيره، رجل كبير بيقول عندي برد شديد ودوخه، عملنا له قياس اكسجين طلع 88، طمناه وبعتناه اشعه وتحاليل، طلعت كورونا بدايتها، اتلحقت عشان عرفناها بدري. شاب بيكح اسبوع كامل ومصر بيقاوح من الخوف اللي عنده انها نزله برد، لما سالناه عن حاسه الشم قال ولا مستطعم ولا شامم اي حاجه. مريض سكر وضغط جالي بيقول برد، لما طلبنا الاشعه والتحاليل طلع عنده التهاب رئوي بسبب الكورونا، اتحجز فورا والحمد لله ربنا اتم شفاه عشان سمع الكلام ولحق نفسه بدري. ودي كانت بعض الحالات اللي مرت علينا في عز الازمه، ناس عدت منها بسلام وناس اتاذت جامد. اللي كان بيفرق دايما هو الوعي وسرعه التصرف الصحيح من بدري. لو انت او حد من عيلتك مر بتجربه مع الكورونا اكتب لي في الكومنتات علشان غيرك يتعلم منها، لان كل قصه نجاه ممكن تنقذ حياه تانية. خلينا نفكر هنعمل ايه لو جت لنا تاني. لو حسيت باي اعراض من الكورونا اتعامل على انك مصاب حتى يثبت العكس، اعزل نفسك فورا وابدا بالسوائل وتحسين المناعه والتغذيه الجيده، نام كويس وهدي اعصابك، الخوف الزايد بيضعف المناعه وده اللي كنا بنشوفه في اول ايام الازمه. اهتم بالاكل كويس، خضار وفاكهه مليانين فيتامين سي وفيتامين د وزنك وسيلينيوم من الاكل مش من الادويه. ناس كتيره سالتني عن مصل الكورونا هل هو مفيد او ضار؟ ركز معايا واسمعني. ناس كتيره بتخاف منه وشايفه انه مضر، وناس كتيره شايفه ان هو سبب الحمايه، لكن العلم بيقول ان المصل ليه دور كبير جدا في تقليل شده الاعراض والمضاعفات لكن ما يمنعش العدوى. لو حسيت بضيق نفس حتى وانت مرتاح، لو قست الاكسجين وطلع اقل من 93، تعب شديد وخمول او دوخه وحراره ما بتنزلش